طريق الحرير، مدينة العلم والعلماء، مسقط رأس الإمام البخاري، الأمير تيمور، المعمار روعة. النهاردة احنا في طاشكند عاصمة أوزبكستان، جوهرة آسيا الوسطى. سمرقند كان خرافي. تعرف ايه عن أوزبكستان؟ قليل قوي اللي نعرفه. أوزبكستان دولة في وسط آسيا، محوطة ب6 دول وملهاش أي منفذ على بحر. بسبب موقعها المميز في وسط آسيا كانت واحدة من أهم ممرات التجارة. طريق الحرير، الطريق امتد طوله 6400 كيلو، ربط ما بين الشرق والغرب من الصين لحد الإمبراطورية الرومانية، وده خلاها واحدة من أغنى الدول في العالم. أوزبكستان كانت واحدة من دول الاتحاد السوفيتي سابقا لحد سنة 1991 وقت ما أعلنت استقلالها كدولة ذو سيادة. الفيديو ده رايحين نستكشف أوزبكستان. دلوقتي احنا في أكبر مكان بيعملوا فيه الوجبة الشعبية بتاعتهم وهي البلوف. خبز جالا آسيا. طعمه جامد. جانب الأكل والثقافة والتاريخ ما كنتش أتخيل إن ألاقي في أوزبكستان جبال ومناظر بالحلاوة دي. وصلنا منطقة زامن ألترا. لما أتوقع هذا من أوزبكستان. أنا فتى وقت القصة ودي قصة أوزبكستان. وأخيرا وصلنا أوزبكستان. بدأنا الرحلة من العاصمة طاشكند. يعني العاصمة يعيش فيها 6 مليون بني آدم، ودي حاجة عمري ما كنت أتخيل إن أشوفها هنا في أوزبكستان، لأن كل التخيل عن أوزبكستان هي عبارة عن صحراء موجودة في وسط آسيا. أكتر من كده معرفش حاجة، وعندهم جمال، دي الحاجة المشهورة عنهم. لكن لما جيت هنا اكتشفت إن البلد فيها 35 مليون بني آدم، رقم عمري ما كنت أتخيله. كنا جايين طاشكند لخطة محددة، كان أول مكان فيها هو بيش كوزون، وده اللي بيعملوا فيه أشهر وجبة في وسط آسيا في أوزبكستان، البلوف. وعلشان نوصل لبيش كوزون كان لازم نركب المواصلات العامة. دلوقتي جايين نجرب واحدة من المعالم الأثرية هنا، أو المعالم اللي موجودة في مدينة طاشكند، هو المترو بتاعهم. والمميز في المترو بتاعهم إن هو اتبنى أيام الاتحاد السوفيتي، والاتحاد السوفيتي لما كان بيجي يبني مترو كل محطة لها الشكل بتاعها حاجة تحفة. ودخول المترو بكام؟ ب1000 صوم، اللي هو يعتبر 3 جنيه أو تقدر تقول 10 سنت. دلوقتي قدام محطة شارستون، يلا نخش نتفرج على مترو طاشكند. كل حاجه مكتوبه بالروسي، لان هنا الانجليزي عندهم مش شيء شائع قوي. ده بقى الجو بتاع المترو، جو قديم جدا جدا، لان المترو هنا اتبنى 1973، اول مترو يتبني في وسط اسيا كلها. حركنا على اول محطه وهي كوسمونا فاتلر، اي رواد الفضاء. محطه معموله لتخليد ذكرى ناس شاركت في سباق الانسان للفضاء، زي كونستانتين سيركوفسكي مؤسس علم الصواريخ، اول رائد فضاء في روسيا وهو يوري جارجن. اتحركنا على المحطة التانية وهي أليشير نافوي، دي تحس ان انت داخل جوه قصر مش محطة مترو. دلوقتي احنا وصلنا بيش كوزون. بيش كوزون هنا بقى بيعملوا اغرب وجبة موجودة في وسط اسيا وهي البلوف. ما هو البلوف؟ ببساطة هو رز وجزر، حبة زبيب وبيض وورق عنب ولحمة حصان، وده المميز عندهم، لحم الحصان. والمميز اكتر هو طريقه عمل الوجبه. اول حاجه لما بيصحوا الصبح بيبداوا الشغل تقريبا من الساعه 5 الفجر، يبداوا يقطعوا بقى كل حاجه، لان الكميات بتبقى كبيره قوي. يعني الحله اللي هناك دي وزنها تقريبا 1.5 طن. حجم الطبق خرافي، يعني ده دراعي حرفيا، دراعي هو عمق الطاسه، والحله من دول لوحدهم حله. فانت تخيل انت بقى حجم البتاع ده عامل ازاي. انا ممكن اخد سيلفي كده عشان اوريكم. وهنا بقى النار بتاعتهم مش غاز ولا اي حاجه، ولكن هي حطب. بيجيبوا الخشب ده هنا بيقعدوا يكسروه، وبعدها بييجوا يحطوه هنا، وده اللي بيولعوا بيه كل العيون دي كلها. العيون كلها بصاصه، خلقه عايزه في عينها رصاصه. ده عندهم هنا كده اللحمه، بيحطوا اللحمه قطع كبيره جدا بيحطوها بشحمها، ده بيخلي الوجبه دسمه جدا. يحطوا 40 لتر زيت. وهنا البصل، كل ده جرد الجزر، يعني انتوا شايفين الكميات عامله ازاي. وبعدين يبداوا يزودوا الجزر والزبيب، كميات ضخمه في المكان ومجهود جبار. في الاخر خالص بيدفنوا الوجبه كلها بالرز، بيسيبوها ساعتين
والرز من كتر الدهون بقى لونه اصفر. الوجبه دسمه لدرجه مرعبه، حرفيا اللي انت شايفه دلوقتي ده دهون وزيت. الفرن الكبير مفيش حد بيقدر يشتغل عليه غير الراجل ده. الراجل ده شغال في المكان بقاله 15 سنه، الناس بتيجي من انحاء العالم تتصور معاه هو مخصوص. وجه الوقت اللي هنجرب فيه لحم الحصان عشان البتاع غير مطمئن بالمره. احنا ايه، خلينا ناكل حته صغيره، يلا بينا. اول حاجه طعمه يعتبر لحمه عاديه بس شبه اللحمه البارده اللي هي لما تلاقيها كده بتشد معاك ومضغه صعب شويه، بس يعني ما يعتبرش شيء يعني عادي، اوكي شغال. فاقدر اقول ان الوجبه كلها ولحم الحصان تقدر تديهم 5 من 10. وبعد ما خلصنا بشكو زون تحركنا على اكبر مسجد في العاصمه وهو مسجد مينور. الله اكبر الله اكبر الله. عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. دلوقتي احنا وصلنا مسجد مينور في مدينة طشقند. المسجد ده مبني على الطراز اللي معظم المدارس ومعظم المساجد مبنية في سمرقند وبخارى وخيفا، ولكن الاختلاف ان المسجد ده مبني باللون الابيض نفس القوة بالزي اللي موجودة في كل مساجد اوزبكستان. منظر الصراحة تحفة معمارية. احمد ايه صح؟ احمد عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا هو احمد. مصر كله احمد محمد. قابلنا راجل من اوزبكستان عاش في مصر 4 سنين عشان يتعلم اللغة العربية وامور الدين. طلع عايش فين بقى؟ في مدينة نصر في الحي السابع، يعني صدفة غريبة جدا. واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى صدق الله العظيم. في المسجد تلاقي هنا المكان ده كل كتب تعليم للدين الاسلامي واللغه العربيه. يعني تلاقي مثلا الحروف العربيه تلاقي مكتوب هنا بالروسي لان هنا في اوزبكستان بيتكلموا روسي واوزبك، وده طبعا اللغه العربيه. تلاقي بقى كل دي كتب دينيه تعرفوا عن الدين بتاعهم اكتر. فبس يعني موضوع لذيذ ومكان، يعني هو مجرد مش مسجد بس لكن هو برضه مركز اسلامي، الناس ممكن تعرف اكتر عن الدين الاسلامي. بعدها اتحركنا على اكبر سوق في العاصمه. احنا دلوقتي في تشورسو بازار نتعرف على الحياه اليوميه، شوف طبيعه الشعب والحياه عامله ازاي. المكان زي ما انتم شايفين تلاقي ان السوق كله محطوط فوق على قبه واحده بس، وحجمها ضخم، مش متخيلين حجمها عامل ازاي. هنا بقى بيبيعوا كل انواع البهارات، الفراخ، اللحمه. طبعا هنا اللحمه اكتر حاجه، عندهم بقى الغريب وهي لحمه الحصان. شكل لحم الحصان مختلف ومميز جدا. بعد جولتي في السوق اقدر اقول ان الشعب الاوزبكستاني فيه طباع قريبه من الطباع العربيه، وكان مرحب بينا جدا في جولتنا في السوق. وده كان اخر مكان لينا في طشقند. بعدها طلعنا على منطقه اسمها كوكسوف. وبما ان اوزبكستان ما عندهاش بحار فالبحيرات العذبه هي البحر. صراحه بعد درجه حراره 42 لمده اسبوع يعني ده يعتبر بريك. بحيره كوكسوف 1.5 ساعة بالظبط من العاصمه طشقند. قضينا فيها يوم جميل وفصلنا عشان نطلع على المدينه الثانيه في رحلتنا، مدينه بخارى. ركبنا القطر السريع 3.5 ساعات كنا في مدينة بخارى. وأخيرا وصلنا مدينة بخارى، مدينة العلم والعلماء. جايين نتعرف على سبب تسميتها بمدينة العلم والعلماء، جايين نستكشف فيها المنطقة اللي طلع منها الإمام البخاري رحمة الله عليه، بعض العلماء التانيين زي ابن سينا اللي كان ليه أثر كبير قوي في الطب والعلاج والبيروني، وده كان في عز العصر الذهبي في الإسلام. وبدأنا بأول مكان وهو أرك أوف بخارى. وصلنا الآن قلعة الأرك سيتاديل في بخارى. القلعة دي أقدم بناء أثري موجود هنا في أوزبكستان كلها وبخارى خاصة. المبنى ده اتبنى سنة 500 ميلاديا، يعني تقريبا من 1550 سنة يعتبر. فخلينا ناخد جولة في هذا المكان الجميل ونشوف إيه اللي حصل فيه. كان يعتبر مكان للحكم
ومساجد ومدارس وسجن، يعتبر مدينة مصغرة شوية. في برضو جزء تاني في القلعة وهو هذا المتحف، تلاقي بقى فيه كتب من القرن ال19، كتب مكتوبة كلها بالإيد قبل طبعا ما يبقى عندهم الطابعات والحاجات دي. كتب كلها مكتوبة بالفارسي، كتب بقى عن العلم. يعني مثلا هنا ده كتاب كومبيوتنج، كتاب ليه علاقة بالبرمجة يرجع للقرن ال17. فيعني ده يدل لك ان هم فعلا كانوا حضارة كبيرة جدا. دلوقتي احنا وصلنا الأربع قبب في بخارى. دول كان هنا بالظبط في المكان اللي احنا واقفين فيه ده. الناس لما كانوا بيجوا في طريق الحرير كانوا بيقفوا في بخارى وسمرقند. بخارى كانت واحدة من الستوبس اللي في الطريق. كانوا بقى بيجوا يبيعوا هنا السجاد، يبيعوا الهدوم، يبيعوا البهارات وهذه الأشياء. فكان كل الكلام ده بقى بيتباع هنا في قبة من القبب دي. المكان فيه 4 قبب، وهو بقى هنلاقي المدارس والحاجات التانية. والمكان ده لحد دلوقتي لسه بيتاجروا فيه. يعني المكان ده ممكن يرجع عمره ل 1500 1600 سنة. تلاقي بقى هنا عندك برضو ايه الحاجات دي بقى، حاجات كده ملابس تقليدية عندهم، سجاد وستاير وهدوم وحاجات كده لذيذة. يعني ممكن تجيبها سوفونيرز لحد من اقاربك او اهلك. بس خلينا بقى اخدكم التور بقى جوه المنطقة اللي فيها اعلى منارة في بخارى. المنارة طولها 46 متر، ممكن نطلعها. فخلينا نطلع نروح نشوف. وصلنا هنا لمدرسة أولوغ بيك. أولوغ بيك كان واحد من حكام الدولة التيمورية، وكان حاكم بخارى اللي هي كان عاصمة من عواصم المملكة التيمورية. مكان هنا بقى فيه كذا مدرسة، المدرسة اللي ورايا، مدرسة تانية هنا قدامي، والمنارة دي. المنارة دي بقى لها قصة مهمة جدا جدا جدا، وهي ان المنارة دي لما المغول جم احتلوا البلد، جنكيز خان كان بيدمر اي مدينة بيخشها، ولكن ساب دي لوحدها. ليه؟ لان هو عجبته الديزاين بتاعها وسابها. والبتاعة دي كانت بتستخدم ان هم لما كان بيبقى في حد مذنب او حد خاين كانوا بيمسكوه يرموه فوقيها عشان يبقى عبرة للناس التانية. وبعدين اتحركنا على مدرسة اسمها نادير ديفان بيك. هناك بقى في بعض الحرف اليدوية وبيستعرضوا في بعض الرقصات الشعبية. ده كان آخر مكان لينا في بخارى. بصوا المكان عامل ازاي. وده بقى الجزء اللي محدش يعرفه عن اوزبكستان. منطقة زامن، منطقة جبلية في حدود البلاد، ليها طبيعة مميزة. معظم الناس عارفة ان اوزبكستان هي دولة صحراوية، ولكن في الحقيقة هي مش صحراوية. تعال اوريكم. اوزبكستان ومعظم دول اسيا عندهم طبيعة مختلفة. البلد على مستوى سطح البحر تعتبر صحراوية، ولكن فوق الجبال الموضوع مختلف. زي ما تشوف ورا هتلاقي هنا في التلج هنا بينزل وبيعمل انهار، ونفس الانهار اللي بتنزل من الجبل هي اللي بتوصل للعاصمه في طاشكند، وهي اللي بتغذي البلد من الميه. دلوقتي احنا وصلنا منطقه زامن الترا، واحده من المناطق الجبليه اللي موجوده في اوزبكستان في الحدود مع طاجيستان. المكان هناك فيه هدوء رهيب وراحه غريبه. في منطقه زامن الحياه بسيطه، كنت محتاج اقعد مع عيله اتعرف اكتر عن حياتهم، لكن للاسف معظم الناس في اوزبكستان ما بيتكلموش انجليزي. وانت هناك كده تاخد نفسك وتمشي في النهر. المايه بقى هنا ساقعة جدا، يعني المايه بجد ساقعة لدرجة مش متخيلين. ومفروض قالوا لنا ان انت ممكن تشرب منها عادي، فتعالى نجرب هذا الموضوع. والله طعمها حلو. المايه فعلا طعمها حلو يا جدعان. يعني فعلا انا لم اجرب ميه من الجبل قبل كده، ولكن طعمها يعني ينفع للشرب 100%. ما فيهاش اي طعم، ميه عذبه فراتا. يا جماعه احنا دلوقتي في اخر يوم واخر وقت لينا في زامن، وهو غروب الشمس. رجعنا المكان اللي كنا فيه في الاول. بجد المكان ده هيدن جيم. حتى لما تيجي تخش تشوف اوزبكستان ايه الاماكن اللي ممكن تروحها، مش حد بيتكلم على منطقه زامن، ولكن هي واحده من المناطق اللي لازم 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 تروح. مكان غروب، الحصانه ماشيه جنبنا، الشمس نازله على اليمين، الجبال بكل اشكالها. هنا كمان الجبال ليها 3 الوان، تلاقي هنا في لون اسود ورانا، وهنا في اراضي كده فساحات اوديه، وهنا في جبال صخريه. الصراحه
حاجه انا مش عارف اقول ايه اكتر من كده. ودي كده تبقى نهاية الجزء الأول من قصة أوزبكستان. قضينا 10 أيام في 4 مدن، تعرفنا على شعبها وأكلها وتاريخها وثقافتها. كان ما كنتش أعرف عنه أي حاجة من شهر بالظبط، لحد ما جيت عشان أتعرف عنهم أكتر. وعرفت قد إيه الواحد جاهل إيه السفر هو تجربة إنسانية أكتر ما هو مناظر جميلة وأكلة جميلة. دي قصة أوزبكستان الجزء الأول، انتظرونا في الجزء الثاني اللي هنسافر فيه مدينة سمرقند ونتعرف على واحدة من أغلى حرف في العالم، صناعة السجاد اليدوي. نتعرف على بعض أكلاتهم في مدينة سمرقند التاريخية. وقبل ما تقفل لازم متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتكتب لنا كومنت حلو عشان في مجهود جبار اتعمل في الفيديو ده. وده بقى أحمد عبد الفتاح، خشوا اعملوا له فولو ولايك، هتلاقوا لينكاته في الكومنتات تحت. تصور معايا الفيديو كله، ومن غيره الفيديو ده ما كانش هينفع. أشوفكم في الجزء الثاني، سلام.